السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهاردة هعمل كيكة بالشوكولاتة. طريقتها سهلة وما شاء الله طعمها حلو. هنا هعمل صوص الشوكولاتة: نص كوباية كاكاو، كوباية الا ربع سكر، كوباية لبن، كوباية الا ربع زيت. هضرب بقى المكونات كده في الخلاط. ما شاء الله طلع القوام بتاعها تقيل وطعمها حلو. الكاكاو دي نوعها دريم، كاكاو خام دريم. هحط بقى الشوكولاتة في التلاجة لحد ما اعمل مقادير الكيكة. هنا كوباية سكر وكوباية لبن وكوباية الا ربع زيت، وثلاث بيضات و3 فانيليا. هضرب بقى المقادير دي في الخلاط مطرح صوص الشوكولاته. ما شاء الله هتبقى لونها حلو. وهنا الدقيق، حاطه كوبايتين ونص من الدقيق على معلقتين كاكاو، شويه ملح صغيرين ومحسن كيك. هنزل بقى كده بالمقادير اللي انا ضربتها في الخلاط. ما شاء الله لونها حلو مطرح صوص الشوكولاته. هقلب بقى المقادير دي كلها كويس مع بعض. وانا ببدا بعمل في الكيكه مولعه فرن البوتاجاز، بحطها على الشبكه اللي في النص، النار تحت متوسطه. بسيبها نص ساعة وبشوفها، لو لسه ما استوتش بولع لها الشعلة اللي فوق واوطيها لحد ما تكمل السوا بتاعها. وما شاء الله بتطلع كويسة. هنا خلاص كنت ضربتها والقوام بتاعها ما شاء الله حلو. هنا دهنة الصينية زيت ورشة دقيق عشان ما تلزقش. هنا هحطها في الفرن. هنا كانت خلاص استوت، ما شاء الله كانت جميلة. انا بقى لو مش بصور معاكم هحط صوص الشوكولاتة، هقطعها واحط الشوكولاتة عليها وهي في الصينية كده، بس انا حبيت افضيها في صينية تانية عشان تشوفوها اكتر. ما شاء الله كانت جميلة. لو عايزه ارتفاعها اكبر من كده، يعني الارتفاع بتاعها يبقى اكبر من كده، حطيها في صينيه اصغر من دي، بس انا حباها كده في الارتفاع ده. وممكن تاكليها كده لو مش حابه صوص الشوكولاته، ممكن تتاكل كده جميله. يعني المقادير بتاعتها مظبوطه، طعمها حلو. مش معدباها يعني عشان احط لها صوص الشوكولاته، لا هي كده مقاديرها مظبوطه. لو حابه من غير شوكولاته ممكن تاكليها كده. هنا بقى احط عليها الشوكولاته. ولو عايزه صوص الشوكولاته اخف من كده حطي نص كوبايه زيت، ما تحطيش كوبايه الا ربع، عشان هو الزيت اللي بيتقله. بس ما شاء الله كان طعمه حلو، وهي كلها كان طعمها ما شاء الله جميل. المفروض بقى لما احط لها الشوكولاته احطها في التلاجة ساعتين، الشوكولاته بتتماسك مع الكيكه. بس انا يعني عملتها كده قدامكم، هطلع لكم قطعه برضو دلوقتي في وقتها من قبل ما احطها في التلاجة. هنا بقى برش عليها جوز الهند. ما شاء الله كان طعمها جميل. هطلع لكم بقى دلوقتي قطعه. والمفروض كنت حطيتها في صينيه اكبر من دي، كان ارتفاع كيكه هيبان، كان حطيت الشوكولاته مش باينه زي قبل، يعني كانت باينه ارتفاع الكيكه قبل ما احط لها الشوكولاته. هنا الصينيه دوبك على قد الكيكه فمش ظاهره قوي. ما شاء الله كانت طريه وطعمها جميل. والله جربوها طعمها حلو، افضل كمان من نجيبها من بره كجاتو او تورته. دي اوفر وطعم احلى. واتمنى كل اللي يشوف الفيديو يشترك في القناه عشان تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله.